صبير هاد الحي معروف في كازا، ولكن واش حنا عارفين القصه ديالو؟ فالقصه كتقول ان حي بوصبير هو حي موجود في كازا، كان معروف بالدعاره شحال هادي، وكان موجود في المدينه القديمه ومن بعد حولوه لمدينه جديده حدا درب السلطان. فهو ما كانش حي صغير، بالعكس كان حي كبير كبير بزاف، وكان بحال اللي نقولوا واحد المدينه صغيره وسط مدينه كازا. فكانت فيه 24 ألف متر مربع، وكان موجود فيه اي حاجه بغيتيها، حلاق، خضار، اي حانوت، اي حاجه احتاجيتيها كتلقاه في هاد حي بوصبير. فحي بوصبير كان معروف بالدعاره، وكانوا فيه بزاف ديال البنات والجهات، فكل بلاصه كتلقاها معروفه بالجهه ديال دوك البنات. وكانت فيه واحد الحراسه مشدده، يعني حراسه من ناحيه الناس اللي كيدخلوا ليه، وحتى الحراسه الطبيه، حيت كانوا الفرنسيين كيمشيو تما بزاف. وتسمى بوصبير نسبه للمسؤول اللي كان في كازا ديك الوقت، اللي كان سميتو بروصبير، اللي كانت مسؤوله عليه. كيقولوا انها اصلها جزائري، جابها المستعمر الفرنسي معاهم من الجزائر، وكيسها حسن بن علي، ومن بعد كانوا كيعيطوا لها الفرنسيين مدام حسن. وهذا الحي كان معروف بزاف بالدعاره، ومازال الكازاويين القدامين كيعقلوا عليه مزيان وكيعقلوا على كيفاش كان.